يا ظالم، لك العمر كله أن تثبت عن أحدهم أنه قال طيعوا الحاكم في معصية الله. أخرج مقالا بعنوان الجامية على التفويض، قال وهؤلاء الجامية يقولون اسمعوا وأطيعوا الحاكم حتى في معصية الله. فاتصلت عليه مع الشيخ فلان والله تقديرا له حتى يقبل كلمة الحق. قال نعم معك فلان. قلت أنت صاحب مقال كذا وكذا؟ قال نعم. قلت معك فلان محسوب أو يرمى بأنه جامي، وإن كنت أتبرأ من هذه، وإنما اللقب الذي ندعو الله أن يثبتنا عليه حتى نلقاه هو اللقب السلفي الذي ارتضاه سلف هذه الأمة. قلت أريد لقاءك فتهرب. ثم قلت إنك ذكرت في مقال لك بأن هؤلاء الجامية يقولون اسمع وأطع الحاكم حتى في معصية الله. بالله عليك تذكر لي رجلا واحد قال هذا الكلام، وأين؟ قال موجود. قلت أين؟ فأفرغت عليه. قال فيه مؤتمر أو ندوة أجريت قبل مدري إيش وأعيدت 3 مرات في التلفاز، ذكروا هذا. قالوا اسمع وأطع للحاكم حتى في معصية الله. قال ليس بالصراحة هذا، في تفهم من كلامهم. لا إله إلا الله. تنشر بالصعوب. أما تخشى الله. ثم خوفت بحديث سمرة المخرج البخاري، الرجل يكمل الكلمة تبلغ الآفاق، يؤخذ شدقيه إلى قفاه في النار. ثم كأن الرجل لان وخاف. طبعا لم يخف مني، أحسبه خاف من ربه سبحانه وتعالى. فواعدني غدا المغرب، فانتظرت يتصل لم يتصل، فاتصلت عليه فلم يرد عليه. لا قبل في اليوم نفسه كانت مكالمتي له بعد المغرب في اليوم نفسه. فلما جاءت الساعة 12 بالليل أرسل لي رسالة أخي لا تنسني من دعائك الصالح. فقلت إن شاء الله الرجل خاف الله كما يرجى من كل مسلم أنه يذكر بالله أن يتقيه وأن يخشاه. فلما جاء الغد قبل الموعد اتصلت عليه لم يرد. ثم رأيته في العد الذي بعده أصر على أقواله الفاسدة الباطلة، وأخرج مقالات في من يسميهم بأنهم جامية، حتى أخرج مقالا قال هم منافقون، ثم تلا قوله تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. أرأيتم كيف خلو القلوب من تقوى رب العالمين.